اكيد جبنه براميلي، اكيد جبنه براميلي، والتسع عيال دول هم اللي كانوا الجبنه. انا اللي كلت الجبنه. ادوله 60 جنيه وهو كان مفكر انه هياخد ملايين. وطلعت زكريا قال له خف ايدك شويه. كريم عبد العزيز اكتشفه، واول ما شافه قال لهم الواد ده اللي اكل الجبنه. ولطش طلعت زكريا اصعب ألم لحد ما قال له خف ايدك عليا شويه. ابوه مستشار قانوني وهو اللي بيعمل عقود الفنانين، ومحمد السبكي كان عاوز يحتكره، ولما رفض قال له هقعدك في البيت. وقد كان. أين اختفى أرخم طفل في تاريخ السينما المصرية؟ الطفل اللي أكل الجبنة. طارق عصام مواليد 1995، يعني دلوقتي نقول داخل في ال30، ودخل التمثيل بالصدفة بسبب شقاوته، ووالده مستشار قانوني وأغلب شغله مع الشركات الفنية وتوثيق عقود الفنانين، وهو اللي كان موثق عقد الفنان كريم عبد العزيز مع الشركة المتحدة. وفي حفلة توثيق العقد خد معاه ابنه طارق اللي كان كاركتر يضحك من غير ما يفتح بقه، طفل مقلبز وقصير ولابس بدلة وبابيو وماشي يغتت على الناس من غير ما يعرفهم وما عندوش ذرة كسوف. وفي الحفلة راح يهزر مع النجم كريم عبد العزيز رغم انه أول مرة يشوفه، وكريم أعجب جدا بكاريزمته وقال له بس انت اللي اكلت الجبنه. طارق ما كانش فاهم حاجه فقال له اندهلي بابا، ولما ندهله كريم عبد العزيز قال له انا محتاج طارق في مشهد واحد هنكسر بيه الدنيا. فابوه استغرب وقال له ده لسه عنده 8 سنين. قال له ما انا عارف، هاته بس وتعالى. وفعلا ابوه اخده وراح عشان يعمل المشهد اللي علق مع الناس لحد دلوقتي، وهو مشهد الجبنه في فيلم ابو علي. وطارق قال ان المشهد كان صعب قوي، والجبنة اللي كانت على وشه ما كانتش كريم ولا حاجة، دي كانت جبنة حقيقية. وعادوا المشهد أكتر من مرة، وكريم عبد العزيز كان واخده على رجله طول التصوير عشان ما يخافش، لحد ما خلصوا تصوير وقالوا له روح خد فلوسك. وكان مفكر انه هياخد ملايين زي الفنانين، بس اتفاجئ انه اخد ظرف فيه 60 جنيه بس. دي كانت البداية، وبعدها نزلت عليه العروض ورا بعض، وعمل فيلم حاحة وتفاحة واخد وقتها 750 جنيه بحالهم. وبيحكي طارق عن كواليس التصوير مع الراحل طلعت زكريا، وبيقول ان في البداية كان مكسوف يضربه بالقلم على وشه، فطلعت كان بيمسك ايده ويقول له اضرب يا طارق، لحد ما اتعود وبقى يلطشه كل شوية، لحد ما قال له خف ايدك شوية يا طارق. وشارك بعدها في فيلم أيظنه بدور اخو حميد الشاعري، وبرضه دوره كان مميز، ومشاهده مع الراحل حسن حسني اللي لسه ترند لحد دلوقتي وبيتعمل عليها كوميك. لكن في فيلم أيظنه اتفاجئ طارق بشركة السبكي انها جايباله عقد يمضيه، وبما انه والده مستشار قانوني فقرا له العقد، وطلع عقد احتكار لمدة 7 سنين وبمرتب 2000 جنيه في الشهر، ودول هيدفع منهم ضرايب، ده غير شرط جزائي 3 مليون جنيه لو فكر يفسخ العقد. وطبعا طارق وابوه رفضوا يمضوا، وقال للسبكي وقتها انا اشتغل معاك من غير عقود، واي وقت هتطلبني فيه هتلاقيني، حتى لو من غير فلوس خالص. لكن السبكي كان مصمم على العقد وقال له هتمضي هشغلك، مش هتمضي هتقعد في البيت. وفعلا وقف التعامل معاه تماما. وحتى لما حاول طارق بعدها يشتغل مع اخوه احمد السبكي في فيلم بوشكاش، شافه محمد السبكي في العرض الخاص وقال لاخوه طارق ما يشتغلش معاك تاني، وده كان سبب اختفاء طارق فنيا رغم موهبته الكبيره، خصوصا ان السبكي وقتها كان مستحوذ على انتاج اغلب الاعمال الفنيه. بعدها ظهر طارق في دور اخو دنيا سمير غانم في فيلم 365 يوم سعاده، وشارك في فيلم G4 ومسلسل ابن موت، لكنه برضه يعتبر مختفي بالنسبة للناس. وأول ظهور ليه بعد 10 سنين كان في برنامج صاحب السعادة، وطلع قال إنه مخلص بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، ونفسه يطلع يمثل تاني أو حد من المخرجين والمنتجين يشغله لأنه قاعد من غير شغل. وقال طارق إن بعد 3 سنين من مشكلته مع السبكي فكر يروح له مكتبه ويصالحه عشان يرضى يشغله تاني، لكن السبكي اتعامل معاه بقلة ذوق، ووقتها حس بقلة قيمة لأنه رايح له لحد عنده. طارق دلوقتي عنده أكاونت على تيك توك وبيتابعه 50,000 متابع، وبيحاول يفكر الناس بيه لدرجة إنه كاتب على الأكاونت أنا اللي أكلت الجبنة، وأغلب فيديوهاته من مشاهده القديمة في الأفلام. وشهر 5 اللي فات احتفل طارق بخطوبته. تفتكروا السبكي فعلا ظلم طارق ولا كان المفروض يمضي معاه لأنه في الأول وفي الآخر طفل ولسه بيحاول يظهر؟